الأدب والكتاب معي. الله يسلمك ويعزك ويخليك يا الأدب أهلا وسهلا. تفضل حبيبي، عندنا سؤال هيك إذا بتحب تجاوبنا عليه. شكرا لك. ما بتحب ما شكرا لك. تفضل. حاطين لماذا أنت مسلم؟ إذا بتحب تلعب جولة ابعات أخوي كمان معلش. لماذا أنت مسلم؟ نعم، خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. حق الله على العباد أن نعبده ولا نشرك به شيئا. أنت مسلم لأنه بدك تعبد الله يعني؟ نعم. بس؟ أعبد الله، أتى زكاة، صوم رمضان، حج البيت. طيب صوم رمضان مين اللي كان يصوم قبل الإسلام؟ والله يا خال ما أعرف. هذا الصيام كان من المجوسيين، عرفت شلون؟ الصابئة العرانيين كانوا مجوس، هن كانوا يصوموا، كانوا يفطروا، كانوا يعيدوا بعدين يصوموا. الإسلام إجا بالعكس. نعم. عندهم منك الخمس صلوات كانوا الزردشتية بشمال العراق، الزردشت كانوا يصلوا 5 صلوات وعندهم أذان. نعم أخوي. نعم. الزكاة موجودة بكل الأديان، كل الشرائع، كل القوانين اللي على وجه البشرية. كانت الناس تعطي الخير، مثلا اللي عنده يعطي للي ما عنده. هذا تاريخ أخلاقي. صحيح. يعني شو اللي اجى فيه الإسلام أخوي فادك فيه أنت كمسلم لتفيد البشرية؟ والله الإسلام نشوف يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الله فضل علينا النعمة هاي، نعمة الإسلام. هلا النعمة، شوف لما بنقول نعمة أخوي بنكون مستفادين من هالنعمة أو عم نفيد المجتمعات والبشر من هالنعمة، مزبوط؟ تمام. يعني أنت مانك مستفاد إنك إنسان مسلم، أنت عايش مثلا بجوي خلق، عايش عم تغزي، عايش عم تسبي، عايش عم تبعت حيشاك. طبعا مو أنت كمسلم، نحن عم نحكي. عرفت إني أنا عم بحكي على المسلم. في عنده آية بالقرآن بتقول له روح ابعت فتياتك على البغاء، وإذا ما إذا بدهم يتحصنوا لا تكرهون، إذا ما هذا ابعتهم معلش يجيب من وراهم مصاري. لا. اقرا لي سورة النور 33: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذا ما أردوا تحصن أبوي لا بحق لك تبعتهم على البغاء. شو رأيك؟ افتحها سورة النور 33 إذا عندك موبايل تاني أو القرآن واقراها. سورة النور؟ إيه 33 أخوي. نعم. يعني بتشوف إنه هون بيخليك صون. ماشي يا حبيبي. يلا. سورة النور 33. نعم. شو كل الوقت في غبرة على القرآن ما كنت عم تستخدمه يعني؟ لا خال ما شوف، ما في غبرة، لا الحمد لله. ايوه. سؤال: لماذا أنت مسلم؟ جاوب الخال. أنا مسلم؟ نعم. مسلم لأن على دين محمد. طيب تمام. على دين الحق. ليش؟ يعني شلون؟ يعني شو عرفك إنه دين الحق أخوي؟ تعال استنى. كلام رب العالمين. هلا شوف أخوي، حتى البوذيين، حتى اللي بيعبدوا البقر، حتى اللي بيعبدوا السيخ، كلياتهم كمان عندهم هذا رب العالمين تبعهم أخوي. الحاج أنا جاي على حكيك. نعم. تمام. الإسلام إجا كامل. شو إجا كمل لك الإسلام؟ كامل. الإسلام كامل معروف. شو اللي إجا؟ أي سؤال بالدنيا تلاقيه بإسلام. حلو كتير. أنت إذا عندك بنت عمرها 6 سنين بتجوزها لواحد عمره 53 سنة؟ لا. ليش؟ لا. ليش سؤال ليش؟ أنا حر. شو ليش؟ يعني هذا شيء لا أخلاقي، مزبوط؟ عادي، كل واحد على حسب. في ناس تتجوز، هو لا حرام ولا عيب. حبيبي هلا أنت عم تقول لا بنت 6 سنين تتزوج واحد عمره 53 سنة، شيء لا أخلاقي. 6 سنين أنا بايع من 16 سنة. لا 6 سنين. ال6 سنين لسه ما تعرف تمشي، من بدي أجوزها؟ طيب إذا طلعت لك حديث إيه 1422 بصحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة عم تقول
لا تزوجها انا اعرف القصه، اسمعها انت. اخذها في العمر 9 سنين. تزوجها في 6 سنين وبنى بها في 9 بالتسعة. سنين خط بالتسعه، جوازها بالتسع سنين. عمو اعطيني، طالع لي وين موجود كلامك في موبايلك او موبايل اخوك، حط صحيح مسلم الحديث 1422 لو كان كتاب الورقي عندي. انا حافظ الاحاديث كلها، انت هذا ما الحديث حافظ فيه انت، اذا طالع يا اخي. طالعين نكذب على بعضنا، طالعين انت نكذب على راسك بعضنا معناته اسمع، طالعين نكذب على بعضنا ما في داعي للنقاش. ما بنكذب، انا بس انا انت الناس شيعي ما هيك؟ طالع لك الحديث. لا اخوي انا انت ماني شيعي؟ مسلم، انا بس تركت ثواني الاسلام. ثواني استاذ ثواني، انت شيعي؟ انا تركت الاسلام كله عن بكره ابيه. انت رايح على جهنم ذاتي. سمعان؟ انا تركت الاسلام من 1990 على جهنم وطلقت حجيج، بالثلاثة. جهنم باسم مصر. نعم ايه كفي. ايوه عم اقول لك الحديث 1422 بصحيح مسلم، طالعه بموبايلك او موبايل صديقك وبتشوفه، بتقول عائشه تزوجني في مكه ل6 سنين وبنى بي 6 بالتسعه سنين في، اسمعني، بس وبنى بي في التاسعه في المدينه. جوازها عمرها 9 مو 6. تجوزها بال6 سنين ونط عليها بالتسعه، شنو ومن نط الستة عليك؟ للتسعة، ومن 6 يا الله للتسعة. انقلع حجيج وقف شرفك. شرفك